طوق الحرير، ديوان شعري من إصدارات دار الأمينة للنشر والتوزيع للشاعرة التونسية سميرة الزغدودي. في هذا المنتوج الشعري نحن هنا على أعتاب نتاج شعري لشاعرة جمعت مرامي الشعر بين جنبات فكرها وقلبها، وفردت جناح شعورها على كل كلمة نبست بها روحها قبل شفتيها، وألبستها ملاءة الأنوثة الخالصة لتخرج بأبهى حلة وأجلى ظهور. ولأن ميزان الشعر يقوم على كفتي المعنى والصورة وتوازنهما الدقيق، فقد أجادت الشاعرة وبكل اقتدار هذه الموازنة، فجاءت قصائدها أمينة على المعنى والصورة معا، فلا ينزاح المعنى عن مقصوده تحت وطأة الصورة ويفتر بين يديها أو يلغي حضورها، ولا تحرج الصورة المعنى وتسلبه مكانته حين تتسلل رشيقة بين خوافيه. وإن أول ما يلفت القارئ لديوان طوق الحرير تسميته المنتقاة بين معنيين أثيرين، بدءا من الطوق الموسوم بالقيد الناعم الذي يطوق كل من عبر بين سطوره، وامتدادا بأناقة حريرية المعاني سندسية المرامي. ولعل ما يلفت القارئ وهو يتوالى قدما في غمار ثناياه وأغوار جنائنه لغة الحب المكتظة بالمشاعر المترعة بشتى حالاته من شوق وحنين وعتاب وعذاب وتوله وتدله وتدلل. هذه اللغة المتماهية مع ذات الشاعرة العاشقة ونفسها المفعمة بالجمال ناجمة وبكل وضوح عن تجربة فردانية بليغة الأثر عندها، قد أثمرت قطوفا شعرية دانية وتكللت أنموذجا شعوريا فارها النقاء، فنجدها تبث لواعج قلبها بأسلوب شاعري مسترسل في أغلب القصائد على رقة بينة وشفافية وارفة تحملانه على مسار كل قصيدة ولا تفارقانه من مطلعها حتى تبلغ الشاعرة مرادها في البيت الأخير، وتميت اللثام عن مكنون عاطفي مكين تحمله أنثى قادرة على صوغه بيانا رقيقا ولا تتحرج عن البوح به بغنج أنثوي آسر. ولا يخفى أيضا مدى عمق ثقافة الشاعرة وتنوع مصادرها وارتباطها بالوطن والأرض والإنسان، ويظهر ذلك جليا في شتى جنبات هذا الديوان، وأدله لقبها الذي اختارته لها فتاة القيروان، لتكون بنتا بارة بوطنها أصيلة في انتمائها مخلصة لمحتدها وجذور منبتها. إن القارئ لهذا الديوان يجد نفسه مأخوذا من صدر البيت الأول برهافة وثيرة مشدوها بعطر باذخ حتى عجز آخر بيت في صفحته الأخيرة تحمله نسائم شذية وهو يمخر عباب بحور متنوعة من البيان الأخاذ. ديوان طوق الحرير تجربة شعرية ثرية تردف الشعر العربي بنهر بياني رائق ولآلية خالصة من جمان لغتنا الغراء، وهو بلا شك إضافة فارقة لمكتبتها الواسعة.